لو ناوي تبدأ تقشير لبشرتك لازم تفهم الفرق بين الدفرين والأكريتين قبل ما تحط نقطة واحدة على بشرتك. أولا لازم تعرف إن الدفرين أو الشوركيور اللي هي المادة الفعالة أدابالين، والأكريتين اللي هي المادة الفعالة تريتينيوم، هما نوعين من المكشرات وبيستخدموا في علاج حب الشباب وتقشير البشرة. طب ايه الفرق بينهم بقى يا دكتور؟ بالنسبة للدفرين هو أخف على البشرة، مناسب للبشرة الحساسة أو لو دي أول مرة تبدأ تستخدم فيها تقشير. تقشيره بطيء لكن تأثيره لطيف. أما بالنسبة للأكريتين هو أقوى وأسرع في النتيجة، بس ممكن يسبب تهيج أو احمرار لو استخدمته غلط، ومحتاج استعداد أكتر من البشرة منه. طريقة الاستخدام بالنسبة للاتنين بقى، طريقة الاستخدام أولا يفضل الاستخدام مساء. ثانيا اغسل وشك بلطف كده واستنى ربع ساعة لحد ما ينشف تماما. ثالثا خد حاجة صغيرة من الكريم وافردها على بشرتك، مش لازم كمية كبيرة يعني. ورابعا استخدم مرطب بعده عشان تقلل التهيج. وخامسا اول ما تصحى الصبح اشطفه كويس، ولو بالنهار خارج بره لازم تستخدم واقي شمس لان المقشر بيخلي البشره حساسه جدا للشمس. وبرضه اتبع النصائح المهمه الجايه دي. ما تستخدمش المقشر كل يوم من اول اسبوع. ابتدي مثلا في الاسبوع الاول من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. ما تقربش من محيط العين او الفم او فتحات الانف. لو حصل تهيج شديد لا قدر الله وقف استخدام على طول واستخدم مرطب لحد ما تهدى، او ممكن في الحالات الشديده الدكتور يضطر يكتب كورتيزون عشان يعالج الالتهاب. اخيرا الله يديم عليكم الصحه والعافيه، ولو استفدت من معلومه ما تنسانيش من لايك ومتابعه، والسلام عليكم.